هتروح فين يا زعلوك بين الملوك. الموضوع طلع ليه قصة وحكاية. بص يا سيدي، طبعا انتوا عارفين ان ده باب عزب اللي حصلت عنده مذبحة القلعة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. محمد علي باشا سنة 1811 كان حابب يتخلص من المماليك تماما، وجاله قرار من الباب العالي انه يبعت قوات عسكرية لمنطقة نجد علشان يقضي على الحركة الوهابية، وعزم وقتها أمراء المماليك كلهم. ولكن كان من ضمن أمراء المماليك كان واحد اسمه زعلوك. زعلوك ده كان شيخ الحسابين، يعني بمثابة رئيس نقابة التجاريين دلوقتي. الشيخ محمد زعلوك بقى كان شغال شيخ الحسابين عند أمير مملوكي، وكان معزوم هنا على المأدبة عند باب عزب أو في القلعة. ولسوء حظ الشيخ محمد زعلوك إنه كان موجود وقت مذبحة القلعة، ومات مع اللي ماتوا، بالرغم إنه هو مصري أصلا، بس مات مع ال 470 مملوكي اللي توفوا هنا في مذبحة القلعة، اللي أمين بيك اللي هرب للشام. أمير لجنة فحص الضحايا كان بيدون أسماء الضحايا اللي ماتوا من المماليك تماما، ويفاجأ من ضمنهم جثمان الشيخ محمد زعلوك اللي هو مصري أصلا. الخبر بقى بدأ ينتشر بين المصريين، وفضلوا يقولوا بينهم وبين بعض: تروح فين يا زعلوك بين الملوك. الخبر وصل لمحمد علي باشا، ووقتها أصدر فرمان إن يتصرف لورثة الشيخ محمد زعلوك 1000 بهيمة و100,000 فدان زراعي. وعارفين كمان إن منشية زعلوك اللي في مركز دسوق اللي تابع لمحافظة كفر الشيخ اتسمت نسبة للشيخ محمد زعلوك وتكريما ليه. عرفتوا بقى قصة الشيخ محمد زعلوك اللي راح ضحية مذبحة القلعة مع المماليك، واللي اتحرفت بعد كده وبقوا يقولوا: تروح فين يا صعلوك بين الملوك.